على النبي. ربنا عز وجل في سورة الأحزاب في الآية 56 بلغنا إن ربنا عز وجل والملائكة يصلون على النبي، وبعد كده أمرنا إحنا نصلي على النبي ونسلم تسليما كثيرا. يعني هو إيه أصلا الصلاة على النبي؟ والرسول نفسه محتاج صلاتنا إحنا في إيه؟ وأنا وأنت هنستفيد إيه من الموضوع دوت؟ اولا لفظ صلوا ويصلون ده اللي مش هو الله اكبر يلا نصلي العصر والعشاء، لكن اللفظ هنا حسب تفسير كافه العلماء يختلف تفسيره بالنسبه لربنا والملائكه ولينا. لفظ بالنسبه لربنا عز وجل معناه الرحمه العامه والشامله لرسول، وده معناه ان ربنا عز وجل فضل رسوله بالرحمة الشاملة فيها انه مثلا خاتم المرسلين، انه شفيع الامة، انه رفع ذكره ليوم القيامة فرفعنا لك ذكرا. اما بالنسبة لصلاة الملائكة، من صفات الملائكة ان هم بيسبحون ويستغفرون لعباد ربنا المؤمنين وكمان بيدعوا لهم، وده زي ما جه في سورة غافر في الآية رقم 7. فالملائكة بتعمل كده مع خلق ربنا ومع عباده، ما بالك بقى هيعملوا ايه مع سيد الخلق؟ من صلاة الملائكة دعاء